عايزة ابنك يسمع كلامك من غير صريخ ولا تهديد، بتقولي الكلمة 10 مرات ومفيش فايدة ولا كأنه سمع حاجة، وتقعدي تصوتي وتهللي والناس والجيران كلهم يسمعوا صوتك ومفيش فايدة. فاطمني انت مش لوحدك، دي شكوى من معظم الاهالي بتعاني منها. واحيانا بيبقى الطفل مش هو اللي عنيد طول الوقت، ساعات بيبقى الغلط من طريقة تعاملنا احنا. تعالي بقى يا ست الكل اقولك على 3 اسرار تعمليهم معاه وتخليه يسمع كلامك من غير صريخ ولا تهديد. بس صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. السر الاول، اسمعيه انت الاول. الطفل زينا بالظبط، لو ما لقاش اللي يديله ودنه مش هيسمعه. تعالي كده اذكر لك مثالين، واحد فاشل اللي احنا بنطبقه، وواحد المثال الذكي الصح اللي المفروض يتعمل. المثال الفاشل اللي معظم الامهات بتقوم بيه وانا منهم، سيب اللعبه وتعالى فورا، واخده بالك من فورا دي مع التبريئه، ده النظام الفاشل. الولد ولا كانه سمعك ومش هيقوم اصلا. المثال الذكي، ايه ده الله ايه برج العربيات اللي انت عامله ده، الولد هيرد ويقول بصي كمان العربيه دي اما نحطها فوقيها، هتقوم انت رده وقايلالي طب ايه رايك ان احنا نحط العربيه دي كمان سوا ونقوم دلوقتي عشان نستحمى وكمان نحكي قصه قبل النوم. شفتوا الفرق؟ الام هنا اعترفت الاول بمشاعر ابنها، وعشان كده الولد تعاون معاها وسمع الكلام. السر التاني، بلاش تندهله من بعيد. لو هو في الصاله وانت في المطبخ او يا محمد، انت بالنسبه لك يعني او انت بالنسبه له كده مجرد ضجيج، مجرد دوشه مش اكتر. لازم تقربي وتبصي في عينه. مثال عادي جدا ما بيعملش حاجه غير ان هو بيشد الاعصاب. الاب لما يشوف ابنه بطل ترد على الكنبه ولا الولد اي حاجه، لا حياه لمن تنادي. شوف بقى المثال الذكي لتصرف الاب بيروح وبيطبطب على كتفه ويقول له ايه ده شكلك كده عندك طاقه كبيره قوي، بس الكنبه دي ممكن توقعك او ممكن تاذيك، ايه رايك ان احنا ننزل على الارض وننط سوا. هنا الولد حس بعاطفه الاب وحس ان هو واخد باله منه، وحس كمان بان هو محل ثقة، وخد كلامه بمحمل الجد ان هو فعلا خايف عليه وان فعلا الكنبة مؤذية. ثالث سر، بلاش جمل تقفل الحوار. احيانا الكلمة بتفسد التواصل اللي بيننا وبينهم من غير ما نشار. منهم التهديد، لو ما لمتش على دلوقتي مفيش حلويات النهارده، هنا علمته الابتزاز. ومنهم المقارنه، بص اخوك احسن منك ازاي، ليه ما تبقاش زيه، هنا كسرت ثقته بنفسه. واخرهم وابل من الاوامر، اغسل ايدك، اغسل وشك، شيل هدومك، رده في سريرك، اعمل ايه لاخوك. وهنا يبدا الطفل يحس وهو كانه عايش في كتيبه في الجيش. الحل، قلل طلباتك واطلب واحده واحده وباسلوب فيه تشجيع، يعني خلي المكافاه تشجيعيه في الاخر بعد ما ينفذ الطلب مش في الاول. الخلاصه ان ابنك مش هيسمعك الا لما يحس ان انتي سمعتيه وبتحترميه. قبل ما تدخليه عالمك ادخلي انتي لعالمه، وربنا يخليكم ولادكم ويحفظهم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشيروه لغيركم عشان تفيدوا غيركم، وما تنسوش ان الدال على الخير كفاعله.